السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة عندنا وصفة الصبلي الجميلة ديت. أنا كان عندي أوردر فقلت علشان خاطر حبايبي الحلوين الغاليين عليا أنا هصور الوصفة، لأن كان حد سألني على الصبلي قبل كده. وأنا كان كل ما اجي اعمل اوردر اكون مستعجله وما بصورهوش، فقلت النهارده ان شاء الله لازم وانا بعمل الصبلي لازم اصوره عشان خاطر حبايبي الغاليين عليا. الصبلي بتاعي النهارده مقاديره بسيطه جدا جدا جدا، وهيتعمل في منتهى السهوله. هنبدأ مع بعضينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي معايا 750 جرام من الدقيق، وكمان معايا 500 جرام من الزبدة، وكمان معايا 250 جرام من السكر البودر. تقدري تستعملي الزبدة اللي انت عايزاها، عايزة تستعملي فيرنا، عايزة تستعملي نيوزيلندي، عايزة تستعملي جنة، الزبدة اللي انت عايزاها استعمليها. كل واحد على حسب مقدرته، على حسب اللي بيحبه. تمام. هنبتدي مع بعضينا. الاوردر بتاعي النهاردة من اسهل مما يكون وخلص معايا بسرعة. بس في حاجة راحت مني والله، كان غصب عني. انا كنت بجهز الصبليه او كنت بزوقه، كان في اذان الفجر وانا ما كنتش لاقي حد يصورني، فكنت بصور مقاطع والظاهر كده ان كان الفيديو ما كانش بيعد، فراحت والله مني المقطع اللي هو بتاع الفينش بتاع الصبليه. بس طبعا كل حاجة بتشرح نفسها، وانتوا طبعا سيد اللي عارفين، طبعا انتوا احسن مني مليون الف مرة. هنا انا نزلت بالمقدار بتاعي كله في العجان، انا ما بحطش حاجة قبل حاجة. هم 750 جرام دي يعني 3 2 1. بعد منه 500 جرام الزبدة، بعد منه 250 جرام السكر. حطيتهم كلهم في العجان وابتديت ان انا انزل عليهم بالعجان الاول على درجة هادية لحد ما الدقيق كله اختفى، وبعد كده ابتديت ان انا اعلي العجان. طيب ما تخافيش من العجن الكتير، انا مش هخاف لان انا ما عنديش سوائل. الزبدة ما فيهاش سوائل وانا مش حاطة بيض، وكمان مفيش اي نوع من انواع السوائل عندي في الصبلي. فاضرب براحتي لحد ما العجينة بتاعتي تتلم خالص، وهنشوف شكلها دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. يلا عمال العجينة بتاعتي ما تخلص. ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة، هتشوفوا حاجات حلوة أوي هتعجبكم عندي حبيبة. وكمان اللي ما فعلش زر الجرس يفعل زر الجرس على إشعارات الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو، وتدعوا لي دعوة من قلبكم، وكمان تعملوا لايك للفيديو عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو بيخليه يتشاف. تمام. زي ما انتوا شايفين العجينة كل ما انتي بتضربيها كل ما بتتلم معاكي وبتنعم. شايفين عاملة ازاي؟ ادي العجينة بتاعتي. انا طفيت العجان علشان اشوفها واختبرها، اشوفها هي عاملة ازاي. العجينة بتاعتي بقت كويسة جدا. خرجتها من العجان وابتديت ان انا احطها عندي على المفرش السيليكون، وهبتدي ان انا اشتغل بيها. هبتدي ان انا اقطعها قطع كده واركنها علشان خاطر اخد كل قطعة لوحديها. انا والله العظيم 3 بشتغل بايد وبصور بالايد التانية، لاني انا لما بصور بحط الستاند انا مش عارفة الكاميرا الامامية لونها غامق ليه، ما بتدينيش اللون الحلو اللي انا محتاجاه للفيديو، فتقريبا التليفون فيه مشكلة. هنا انا بقول لكم اهو بلم العجينة بتاعتي من على المفرش السيليكون. انا قلباه طبعا الناحية التانية علشان اوريكم الشكل بتاعه. بنعم العجينة بتاعتي وابتدي بقى ان انا ايه، آه هحط رشة دقيق خفيفة من تحت، وابتدي اجيب الكيس بتاعي هفتحه علشان ما يتحركش تحت ايديا. كده انا فتحت الكيس وابتديت ان انا ابطط العجينة بسمك نص سنتي، نص سنتي. تمام. كان عندي المردانة بتاعتي بس تقريبا واحنا بننقل انا مش لاقياها، معرفش تاهت ولا راحت فين، الله اعلم. المواعين كلها على بعضيها وانا حطاها شايله المواعين بتاعتي في حاجات، فتقريبا هي مستخبية. فانا بشتغل بايديا مش هعطل طبعا نفسي علشان خاطر ايه، المردانة يعني وكده. ايدك كمان هتحس بالسمك بتاع العجينة، ايه المكان العالي وايه المكان المنخفض وايه السمك اللي انت محتاجاه. هنا عندي القطعات كلها زي ما انتم شايفين اهي. انا بوريكم اول عجينة، بوريكم الاشكال بتاعتي كلها.
انت بقى تختاري الحاجة اللي انت عايزاها، اللي انت هتشتغلي بيها. انا عندي 5 اشكال بس، ان شاء الله لما هنزل باذن الله هبتدي ان انا اجيب اشكال تانية. هنا بقى كنت برفع عشان اقول لكم ان انا بحط ايدي تحت المفرش، وبجيب السكينة اللي انا بجلس بيها التورتة، وببتدي ان انا اطلع وحدة الصابليه وارص في الصاج زي ما انتم شايفين كده. ارجع الم العجينة تاني واسخنها في ايدي تاني، وابتدي اعمل نفس الحركة من اول وجديد. تمام، زي ما انتم شايفين كده انعمها واسخنها في ايدي، وابتدي ان انا ارش الدقيق، احط العجينة بتاعتي. الحروف بتاعتها بس هي اللي بتتشقق، مفيش اي مشكلة خالص، مش هتضرك في شيء. كده كده الحروف احنا مش بنشتغلها ولا بنعمل فيها اي حاجة. دخلت بقى الصبلي بتاعي على نار 170 في الرف الاوسط زي ما انتم شايفين كده، وهنطلعها. ادي اللون بتاع الصبلي بتاعي قمر وزي الفل. خدت بقى الحاجة بتاعتي كلها وهبتدي ان انا اقفله بالنوتيلا. خدت الحاجة بتاعتي كلها وقعدت بره على ترابيزة الانتريه، لان انتوا عارفين انا مش بقدر اقف فترة طويلة، الحمد لله رب العالمين. ادي الصبلي بتاعي انا بقفله اهو. ايه رأيكم؟ حابة تقفلي بنوتيلا قفلي، حابة تقفلي بجناش قفلي، حابة تقفلي بصوص البيستاشيو برضو قفلي، اللي انت عايزاه قفلي بيه، مفيش اي مشكلة. هنا انا قفلت الشغل بتاعي كله اهو، وهبتدي ان انا ارصه. وهنا كنت عملت الوردات بتاعتي، عملت فيه مقفول وفيه فتحته من النص عشان احط فيه نوتيلا. وكنت خلاص هنا قفلت، كان في اذان الفجر، وكنت ابتديت ان انا اجرنش الطبق بتاعي او الاسطبليه بتاعي. انتي بقى بتبداي عندك الشوكولاته البيضة وعندك الشوكولاتة الكاكاو، وبتبتدي ان انتي تعملي الاشكال اللي نفسك فيها واللي انتي عايزاها. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم، ويكون كمان الوصفة بتاعتي كانت خفيفة. كان نفسي ان انا اكمل معاكم اكتر من كده. اشوفكم على